إلا شهرين بيكوا يا مصريين مش بحد تاني. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرحبا بك يا أستاذ علاء. أهلا وسهلا. أهلا بك. أهلا بكم. يعني ما العنوان الذي تختاره لربما شرح أو تلخيص هذا اللقاء برأيك؟ أنا أختار عنوان لرئيس يعني قوى الشر على طول يعني وضع مصر في رأسها. يمكن دلوقتي جالي خبر من نص ساعة كده وأنا بوصي يعني رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط من فرنسا. الخبر ده بيقول إيه؟ إن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية اسمه رومان نادال بيقول إن بلاده هتتحرك في مصر وباريس تسليط الضوء بشكل كامل على مأساة مقتل الفرنسي إريك لانج في احدى مراكز الشرطه بالقاهره. يعني انا طبعا لما قالوا لي الكلام ده قلت لهم انا متاكد ان المتحدث باسم الخارجيه الفرنسيه مش هو اللي قال الكلام ده، اللي قال الكلام هو بيرد على حد. انا طبعا كنت مراسل وكاله انباء الشرق الاوسط في باريس لسنوات وعارف ايه اللي بيحصل طبعا بيحاج ضد مصر، فتبان ان هو بيرد على سؤال من واحد، لان طبعا الرئيس الفرنسي جاي زي ما احنا عارفين يوم 18 ابريل وجاي بعد 3-4 ايام، فعايزين يبوظوا الزياره بتاعه الراجل، خاصه ان الرئيس السيسي النهارده اتكلم في هذا الموضوع وقال ان الرئيس الفرنسي جاي ومعاه اكثر من 30 رجل اعمال من كبار رجال اعمال عايزين يستثمروا في محور قناه السويس، نظرا للعلاقات التاريخيه بين قناه السويس وبين فرنسا طبعا، على اساس ان كان صاحب الفكره هو فرديناند دي ليسيبس المهندس الفرنسي. فانا عايز اقول ان هم قبل ما الراجل بيجي بيطلعوا موضوع الراجل الفرنساوي ده قتل 1000 في احدى مراكز الشرطه المصريه ولا ايه، حاجات غريبه جدا دي بتبين النهارده من الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا مستهدفين داخليا وخارجيا. وانا بقول لحضرتك اللي قال السؤال ده وانا مش موجود، لكن انا كنت في فرنسا وبروح الخارجيه الفرنسيه كتير، هتلاقي اما واحد مصري اما واحد عربي، يعني في الغالب هو واحد عربي يعني حد زقه. فانا عايز اقول ان مصر بالفعل زي ما الرئيس قال النهارده مستهدفه، والدليل على ذلك يمكن كانت اخر زياره اللي ظهر فيها جثه ريجيني ده كان في وفد من برئاسه وزيره التنميه الاقتصاديه الايطاليه على راس وفد برضه من رجال الاعمال، فظهرت جثه السيد ريجيني ده. فالامور غريبه جدا، يعني احنا كل ما مصر يكون في حاجه ايجابيه بالنسبه لها يدوروا على حاجه سلبيه ويطلعوها، والدليل على ذلك ان فرنسا ما اتكلمتش على هذا الموضوع على الاطلاق، او على الاقل فرنسا مش هي اللي تقدمت، ده بيتحدث واحد بيرد على سؤال. فالنهارده يمكن كانت هي دي الكلمه الاساسيه، مش كده الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر المصريين وقال لهم توحدوا في مواجهه قوى الشر، الدوله دي مستهدفه، والدليل انا قلته لحضرتك دلوقتي، وبالفعل الدوله دي مستهدفه، والحل الوحيد ان احنا جميعا نبطل ندي شائعات. يمكن كثير جدا من تحدث الرئيس برضو عن موضوع ريجيني ده، قال ان جزء كبير عندما ذهب الوفد المصري للتفاوض او كان هناك تحقيقات مشتركه مع الايطاليين، اغلبيه المعلومات التي استندوا عليها من مصريين. على سبيل المثال مثلا واحد مصريين قالوا عندما وجدت ريجيني ووجد ريجيني، يعني قال لك ما دام في اثار تعذيب دي الاجهزه المصريه التي تقف وراء ذلك. فالوفد الايطالي قال لك احنا ما كناش نفكر في حاجه زي كده، لكن كله طالع من عندكم ان المصريين هم الاجهزه بتاعتكم هي اللي عملت دي، والدليل هم المصريين. نعم، هذا هو ما ذكره الرئيس في اللقاء استاذ علاء، لكن اسال حضرتك بما انك طرحت يعني قضيه ريجيني وايضا قضيه الجزر، ربما يعني يمثلان القضايا الرئيسيه التي كان يتطلع اليها جزء كبير من الراي العام خلال هذا اللقاء مع يعني اطياف متعدده من المجتمع المصري. بدا واضحا ربما في كلمه الرئيس السيسي انه يشير الى الاعلام باصابع الاتهام بشكل كبير فيما يتعلق بهاتين القضيتين وتناول الاعلام لهما، قضيه الجزر وقضيه ريجيني. اعلامي وكصحفي استاذ علاء، كيف تلقيت ما قاله الرئيس السيسي فيما يتعلق بدور الاعلام والاشاره اليه ربما في كل كلمه له، لكن كان واضحا هذا البعد في كلمه اليوم؟ أنا قلت لحضرتك إنه إن الإعلام يمكن أغلبية ما هو من مصر كانت من مصريين بما فيهم الإعلام. أنا عايز أتكلم حاجة مهمة جدا يمكن رد على هذا السؤال. كان في لقاء عقد قبل دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان مع رئيس الوزراء وكان مع وزير الخارجية ومع وزير الدفاع ومع رئيس المخابرات المصرية ومع الدكتور محمد سايق رئيس مجلس حقوق الإنسان، مع الدكتور مفيد شهاب، وكان برضه مع اللواء محسن اللي هو كان في احد الذين قاموا بالتفاوض باستعاده طابه. فكان هناك حديث، السؤال اللي رد عليه يمكن رد عليه وزير الخارجيه ورد على رئيس الوزراء، انتوا ليه ما اعلنتوش واطلعتوا الشعب المصري على الاتفاقيه حتى لا يكون هناك صدمه او لا يكون حد يستغل هذا الحدث. فكان السؤال انه لابد ان يكون هناك عدم ضغوط، ان تعمل السلطه التنفيذيه في اجواء بعيده عن الضغوط وتغص في
في يعني مخيلتها او في مصلحه مصر هي في الدرجه الاولى بالنسبه لها وتعمل فيه بدون ضغوط، ثم بعد ذلك يتم طرح الاتفاقيه على المصريين. المصريين هم البرلمان، والبرلمان له زي ما قال الرئيس او قال رئيس الوزراء او وزير الخارجيه له كل الحق في ان يقبل او ان يرفض. يمكن بعض الناس سألت. نعم، يعني سأعود ربما لاحقا في لقاءات اخرى الى هذا الموضوع بالتفصيل، لكن اود ايضا ان اسمع منك رايا فيما يتعلق كصحفي وكاعلامي فيما قاله الرئيس بشان اتهامات موجهه للاعلام. كيف رايت هذه التصريحات او هذا الرأي؟ انا رايتها بالفعل مضبوطه للغايه. لابد ان نضبط نفسنا في هذا التوقيت، لابد ان ندرك ان احنا بنتعرض لمؤامره داخليه وخارجيه. يمكن في برضه احدى الصحفيات في مصر، انا حضرت هذا، وفي وكاله الانباء الايطاليه وهي مصريه، بعثت الى المركز الرئيسي في ايطاليا تقول لهم ان هناك موقع، وهذا الموقع اخواني، يقول ان ايطاليا تريد ان تستدعي مجموعه من كبار المسؤولين المصريين على راسهم فايزة ابو النجا مستشار الامن القومي المصري رئيس الجمهوريه. والخبر طبعا موجود في موقع اخواني لا ذكر له. نعم ما فيش داعي، فخدوها. شكرا لك. وخدوها، لكن النائب العام بينفي ذلك. انا عايز اقول جايه من مصر، يعني اغلبيه الاشياء الاعلاميه مصريه صحيح بتعمل في يعني وكاله انباء اجنبيه، لكنها في نهايه المطاف مصريه. فللاسف الشديد لابد ان احنا كلنا ناخد بالنا، وبرضه لما نقعد بالليل عندنا 4-5 ساعات عايزين نمليهم قدام التلفزيون. شكرا جزيلا لك استاذ علاء حيدر رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. ايضا ينضم الينا الاستاذ طارق الخولي عضو مجلس النواب. كنت حاضرا